السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المولودية في قلب العاصفة. ديلور يعود وبلايلي يفجر المفاجأة. بين تربص تحضير نار في تونس وعودة أندي ديلور المفاجئة وتصريحات يوسف بلايلي التي أشعلت الجدل من جديد، يبدو أن المولودية تحضر لموسم استثنائي خارج وداخل الميدان. هل سنشهد صفقة القرن بعودة بلايلي إلى العميد؟ وهل ينجح المدرب رولاني موكوينا في إعادة بطل الجزائر إلى الواجهة الإفريقية؟ أحداث مثيرة، كواليس ساخنة، ومستقبل مجهول يترقب جماهير المولودية بشغف. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى مدينة طبرقة التونسية، حيث يلتقي فريق مولودية الجزائر في مباراة ودية قوية مع مضيفه الأولمبي الباجي ضمن برنامج التحضيرات المكثف الذي يجريه بطل الرابطة المحترفة الأولى موبيلس استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. مشاهدينا الأفاضل، إذا تكرمتم بوضع لايك للفيديو واشتراك في قناتكم فهذا سيكون من جودكم وكرمكم، ونطلب من الله دوام الصحة والعافية لمشاهدينا ومتتبعي قناتنا. العميد دخل أجواء التحضيرات الجدية منذ أيام، إذ باشر تربصه المغلق بمدينة طبرقة الساحرة بعد أن أنهى المرحلة الأولى في مركز بابا حمود بزرلدة. وفور وصول التشكيلة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي إلى تونس، استقرت بعين الدراهم في معسكر يمتد لأسبوعين كاملين تحت إشراف المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا. هذا الأخير يركز خلال هذه الفترة على رفع الجاهزية البدنية والفنية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت الموسم الماضي، إضافة إلى الوقوف على مستوى اللاعبين عبر سلسلة من اللقاءات الودية. برنامج التحضيرات سيكون حافلاً، حيث من المقرر أن تخوض المولودية 4 مباريات ودية. البداية ستكون اليوم أمام الأولمبي الباجي، تليها مواجهة مرتقبة أمام شباب قسنطينة يوم السبت 2 أوت، ثم لقاء ثالث قوي أمام نادي الخور القطري يوم الاثنين 4 أوت، على أن يختتم المعسكر بمباراة خاصة أمام نادي حمام الأنف التونسي يوم الخميس 7 أوت، وهي مباراة ستصادف الذكرى 107 لتأسيس النادي العريق. الأنصار يتابعون باهتمام كبير أخبار الفريق، خصوصاً بعد التحاق المهاجم الدولي أندي ديلور بالتربص عقب عودته من فترة الإعارة إلى نادي مونبلييه الفرنسي الذي رفض تفعيل بند شراء عقده. ديلور سيكون تحت مجهر الطاقم الفني في هذه المرحلة التحضيرية قبل أن يحسم مصيره بشكل نهائي، خاصة وأن اسمه كان مدرجا مؤخرا ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق. وفي جانب آخر، يواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي إثارة الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية، فبعد عودته مؤخرا إلى تدريبات الترجي الرياضي التونسي عقب فترة من المقاطعة، أطلق الجناح الموهوب تصريحات مثيرة عبر حسابه على إنستغرام ألمح فيها بشكل واضح إلى رغبته في العودة إلى مولودية الجزائر. خطوة بلايلي جاءت لتفتح الباب أمام سيناريو مثير، خاصة بعدما نشر صورة تجمعه بوكيل اللاعبين حميد تراش الذي سبق وأن لعب دورا رئيسيا في انتقاله إلى المولودية قبل عامين. مصادر مقربة من النادي أكدت أن إدارة العميد تدرس بجدية إمكانية التفاوض مع الترجي لشراء عقد بلايلي في صفقة ستكون بمثابة ضربة قوية للميركاتو، خاصة أن اللاعب أبدى حماسه الكبير للعودة. ومما يزيد من إثارة هذا الملف أن الترجي والمولودية يقيمان حاليا في نفس المكان بمدينة عين الدراهم، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة في أي لحظة. الموسم الجديد يبدو واعدا للمولودية بين تحضيرات جادة، عودة أسماء لامعة، واحتمالات كبيرة لصفقات مدوية قد تغير شكل الفريق في المنافسة القارية والوطنية.